السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حوار. ضيفتي اليوم تثير جدلا داخل المغرب وخارجه. زيارتها لباريس أسالت الكثير من المداد وعادت مجددا إلى الواجهة مع انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي. ضيفتي اليوم أمينة ماء العينين في أول حوار تلفزي منذ الجدل الذي أثير بشأن زيارتها لفرنسا. سيدة أمينة، أهلا بك على فرانس 24. أهلا وسهلا، مرحبا. سؤالي الأول، كيف هي الآن علاقتك مع حزب العدالة والتنمية؟ تسألني عن علاقتي أنا أولا أريد التعليق على ما جاء في كلامكم. أنا لم أتعمد يوما أن أكون مثيرة للجدل أو أن يحضر اسمي يعني في مقابل أخبار مثيرة. هكذا يريدون. أنا هنا في الحياة السياسية لأعمل ولأبذل ما في جهدي، وأتصور أني راكمت ربما ما جعلني محط الأنظار ومحط النقاش، ولكن هذا في مسار أي سياسي أعتبره عاديا. تسألني الآن عن علاقتي بحزب العدالة والتنمية كمؤسسة. طبعا هذا الحزب الذي نشأت فيه ولا زلت أمارس فيه كل مهامي وأكن له كمؤسسة وكمشروع إصلاحي كل التقدير. علاقتي ببعض قيادات الحزب تعرف توترات ليست دائما على ما يرام، ليس فقط من الآن ولكن منذ بداية معرفة. طب هذا التوتر في العلاقة نتج عنه على ما يبدو إبعادك من منصب نائبة رئيس مجلس النواب. نحن الآن في مناقشة سياق تجديد أعضاء مكتب مجلس النواب. أنا أود أن أشير إلى أن أعضاء مكتب مجلس النواب نواب الرئيس لم يكن يثير لدى الرأي العام المغربي قبل الآن أي نقاش، يعني يمر دون أن يثير نقاش، دون أن ينتبه إليه أحد. ربما من الإيجابي الآن أن الناس أصبحت أعينهم تتوجه أكثر إلى المؤسسة النيابية، وأن بداخلها نخب يمكن أن تستقطب جزء من اهتمام الرأي العام. الإبعاد لست أدري. نحن لدينا مساطر على مستوى حزب العدالة والتنمية، أنا أعتبرها مساطر تسعى في روحها إلى أن تكون ديمقراطية. تم التصويت هذه المرة. الفريق النيابي من خلال تصويته لم يختارني من ضمن الثلاثة الأوائل الذين يرفعون إلى الأمانة العامة، والأمانة العامة اختارت من ضمن هؤلاء الثلاثة. فقط أود أن أشير إلى أنه ليست المرة الأولى، فقد سبق طيب سيدة أمينة، هل المشكلة كانت مع الأمانة العامة للحزب أم مع بعض أعضاء الحزب؟ لا، هي لا مشكلة أصلا. أنا لست أدري. حينما نتبنى يعني منهجا ديمقراطيا وندافع عنه، حينما لا يتم التصويت علينا أو اختيارنا لمواقع معينة يصبح هناك مشكل. أنا بالنسبة لي ليس هناك أدنى مشكل ولم يسبق لي. طيب سيدة أمينة، هذه لغة دبلوماسية نعلمها جميعا، لكن على سبيل المثال مصطفى الرميد قال إنه أمينة ماء العينين دوزت وقتها، وأنه على ما يبدو كان غير متأسف على القرار، وزاد بأن واقعة نزع الحجاب كانت حاضرة عند اتخاذ هذا القرار. يعني أنه لا يمكن أن نبقى على هذه اللغة الدبلوماسية وهناك يبدو شرخ كبير داخل الحزب. لا والله، لو سمحت لي، مصطفى الرميد هو المعني بكلامه وبتعليقاته، وهو المعني بأن يوضح الذي قاله، ولو أنني لا أحترم جزء مما يقال في التعليق على نتائج انتخابات. لست أحترم بتاتا لا من القيادات ولا من غيرها من يتحامل ويتعسف في قراءة نتائج انتخابات. أنا بمن فيهم مصطفى الرميد طبعا، حقيقة نتائج الانتخابات بمن فيهم مصطفى الرميد. ليست أول مرة. لو سمحت ليست أول مرة لا يتم التصويت علي ولا يتم اختياري حتى من طرف الأمانة العامة نفسها، ولم يسبق لي أن علقت على نتائج التصويت، ولا أعتبر أنه في كل مرة يجب أن يتم التصويت علي حتى أكون راضية. الديمقراطية تعلمنا أن اليوم يصوت عليك وغدا لا يصوت عليك، بغض النظر عن اعتبارات الأشخاص، فهم أحرار في التعبير عن إرادتهم. لكن ما لا أحترمه حقيقة هو أن يخرج البعض متحاملا ليدخل في محاولة لتحليل نوايا التصويت والتعليق على نتائج تصويت الهيئات. تقصدين من؟ خلينا نكون واضحين. لا، أقصد كل من هو معني بالأمر، بمن فيهم يعني أشخاص غير داخل محترم الحزب. أن يتم التحامل على أشخاص، وأن ندخل في قراءة نوايا التصويت حتى يتم استهداف أشخاص معينين سواء داخل
داخل الحزب أو خارج الحزب. الحزب أيضا ليس فيه ملائكة، يعني فيه الكثير من الوقائع التي تدل على أن هناك رائحة تحامل ورائحة تصفية حسابات. لا أريد أن أدخل في هذا الأمر. أنا أحترم إرادة الفريق النيابي الذي أنتمي إليه، وزميلتي التي عوضتني أتمنى لها كامل التوفيق، ولا يمكن إلا أن أستمر في أداء مهامي في كل المواقع التي أتواجد فيها. أنا أصلا مناضلة، يعني ابنة الشعب وابنة التنظيم، منذ 15 سنة وأنا أشتغل في كل مواقع التنظيم، وأنا اليوم مستعدة لأخدم بلدي في كل المواقع التي أتواجد فيها. وأنا في النهاية سيدة أمينة، أنت كتبت تدوين تقولين فيها فيه هناك إشكالات. قلة رجلة، ما يعني باللغة العربية الفصحى نعم. غياب الشهامة. نعم. هناك ندالة. لا 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 والله هناك ندالة. ندالة فعلا، هذا المصطلح المناسب، ندالة. يتصرف. خليني أوضح لك. هناك ندالة في تصرفات البعض الذي لا يريد أن يتوقف، لا يريد أن يتوقف في تعبيرات فيها تحامل شديد على أشخاص. نحن في حياة سياسية ندبرها وفق المحطات التي نعيشها. لحظات الديمقراطية هي لحظات تعبير عن إرادة الناس، يجب أن نحترمها وأن نتعلم كيف نتوقف عن التحامل على أشخاص يفترض أنهم موضع استهداف. حتى في المغرب كيقولوا عندنا منين كطيح البقره كيكثروا الجناوه، ياك؟ وانا اعرف بان يعني سلوكات مثل هذه ليست محترمه. انا لا ارتضيها لنفسي ولا اقبلها من الاخرين. انا سيده نقابيه وسياسيه، دبرت مسارا رغم انني يفترض لا أزال شابة. أنا لم أكمل 40 سنة من عمري، يعني تجربتي في الحياة السياسية قصيرة، لكن مع ذلك دافعت كثيرا في العمل النقابي وفي العمل السياسي وفي العمل الجمعوي. وهذا ليس معناه أن لا أعرف كيف أدافع عن نفسي حتى لو كنت محط استهداف. فلذلك أنا لا أحترم مثل هذه السلوكات، وأطلب من الجميع أن يحترم نتائج الديمقراطية وأن يقوم كل بعمله كما هو مطلوب منه. لأن اليوم في مواقعنا السياسية البلد يحتاج إلينا في أكثر من أن وصلت الفكرة السيدة أمينة. فيها أشخاص. خصومك داخل الحزب يقولون إن أمينة ماء العينين لم تعد تعكس مبادئ ولا إيديولوجية الحزب ولا حمولته الدينية. ما رأيك؟ أنا والله لم أسمع بذلك صراحة، يعني لم أسمع أحدا خرج ليقول هذا الكلام. لكن أنا الذي أريد أن أقوله هو أن الناس هنا يتابعون مسارات الأشخاص ومسارات النخب السياسية. ما لا يحترمه الناس حقيقة هو محاولة تحريف المنهج السياسي والإصلاحي للحزب. الناس صوتوا على حزب العدالة والتنمية لأن عندهم رهانات إصلاحية اقتصادية اجتماعية سياسية. الناس لا يهتمون بما يحدث في الحياة الخاصة للناس، ولا يعتبرون أن اقتحامها أو انتهاكها أو وضعها موضع سؤال هو في قلب رهاناتهم. فبالنسبة لي أن يعني تكون قضية كبيرة داخل حزب سياسي يدبر البلد مجرد سلوك شخصي هنا أو اختيار شخصي بالنسبة لشخص هنا أو هنا، علما أنني لا أضع نفسي موضع سؤال في مثل هذه الأشياء، ولا أسمح لنفسي لأن أقتحم اختيارات الناس الخاصة. طيب سيدة أمينة، أنا قرأت مقالات كثيرة في المغرب تحريف للأولويات. طيب وصلت الفكرة. أنا قرأت مقالات كثيرة في المغرب تقول أنه أمينة ماء العينين لديها ازدواجية في الخطاب والمبادئ. أنا والله حينما تم استدعائي لهذه الحلقة لم أفهم بأن يعني موضوعها سيكون بهذا الشكل، يعني أن يتم توجيه السؤال إلى شخصي أنا. لا، هو ليس سؤال إلى شخصك بقدر ما هو نقاش حول ما يدور في المغرب. لو سمحت إلى حدود اللحظة الأسئلة متمحورة كثيرا حول ما لم يتم الاتفاق عليه. طيب. أنا سياسية يعني تحت الأضواء، عندي التزامات سياسية صحيح. وأخلاقية مع الناخبين الذين الأسئلة كلها تندرج في إطار مشوارك ومن داخل السياسي. المؤسسات. لدي سؤال آخر، ماذا بخصوص الانتقادات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية؟ دعني لو سمحت. تفضلي. دعني أنفي هذه الازدواجية. نعم. دعني أنفي هذه الازدواجية التي تحدثت عنها. لست معنية بها ولا أحتاج إليها. أنا يعني واضحة جدا في تدبير كل اختياراتي وفي الدفاع عن اختياراتي حينما أكون مقتنعة بها، وعليها أؤدي ثمن قد يكون باهظ في أحيان غير مهم. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أتصور اليوم أنه أمام تحديات كبيرة. تحدي تدبير ما يمكن أن نسميه محاولة تنسيق بين أطراف الأغلبية وليس تحالف.
الأغلبية، لأنه بالتأكيد ليس هناك تحالف سواء في العمل الحكومي أو في العمل النيابي، لأن البلد كله الآن بالنسبة إلينا وكأنه في وضعية انتظار، ونحن كنخب سياسية في حاجة إلى أن نخرج البلد من هذه حالة الانتظار، لأن الانتخابات في المغرب لا تزال بعيدة عنا، على الأقل سنتين أمام الانتخابات. بمبادرة سياسية حقيقية، لست أدري لماذا نرهن وضع البلد ومؤسسات البلد وانتظارات المواطنين وكأننا كلنا في عشية انتخابات، وكأن الجميع يمارس حملة الانتخابية من الآن. نحن أمامنا سنتين على الأقل من عمر التنمية في المغرب، التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك أتصور بأن هذه الحالة التي رهنا بها أنفسنا جميعا كمؤسسات وكأحزاب وكنخب ليست مفيدة. طيب، سؤالي الأخير سيدة أمينة لو سمحتي، أنا تابعت اهتمامك في الآونة الأخيرة بوضع النساء وحقوق المرأة. هل يمكن أن نتصور يوما أن تدافع ماء العينين عن المساواة في الإرث؟ أتصور بأن كل النقاشات المثارة واللي عندها عمق يستهدف تحقيق المساواة أتصور بأنها مشروعة في المغرب. طريقة تدبيرها، أنا إنسانة مدافعة عن الديمقراطية في تدبير كل قضايا وكل الاختلافات المجتمعية، وأتصور بأن من حق الجميع أن يعبر عن رأيه وعن تصوره وعن منظوره للأشياء بحرية تامة وفي أجواء من التدبير العقلاني والإيجابي للحوار بين مختلف المكونات في المغرب. المغرب له تاريخ وله حضارة وفيه مكونات متعددة غنية بتفكيرها، يفترض أن نجمع كل ذلك وأن نجري حوارات وطنية حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام. وأنا متابعة لما حدث في تونس قبل المغرب. ما رأيك فيما حدث في تونس؟ ما رأيك بعجالة فيما حدث في تونس؟ والله أنا أحيي الحوار الذي حدث في تونس. شكرا لك. وتجربة تونس مهمة للدرس والتحليل. شكرا لك الأستاذة أمينة ماء العينين، عضوة البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من الحوار. أشكركم وإلى اللقاء.